السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح أو مساء الفل على حسب التوقيت اللي بتشوفوا الفيديو. بدأت كده التنظيفات، ولو أول مرة تشوفوني متنسوش اللايك والاشتراك وكملوا معايا الفيديو للآخر، إن شاء الله بإذن الله هيعجبكم. واديت لكم كده إيجاز سريع عن اللي هيحصل في الفيديو، ولكن نبدأ كده واحدة واحدة. بدأت طبعا بإن أنا مشيت كده الزعافة دي. أنا عايزة أقول لكم طويلة قوي وما شاء الله كثيفة، بتشيل أي حاجة. نظفت بيها كده بيت النور، ونظفت بيها الستاير، يعني الماسوره بتاعت الستاير من فوق. انا علشان الجيران كشفني فما بشيلش الستاير كلها، انا شلت الشفافه بس. وبما اني كده كده مش هستخدم اللي هي باللون الجري دي، فخلاص مش هشيلها بس لحد ما اركب الستاير الجديده. فنضفت كده بيت النور، انا جبت التنظيف من فوق لتحت، يعني نضفت السقف كده، وبعد كده هنزل على الحيطان والشباك والباب. وبعد كده هبدأ انضف الارض. زي ما بوريكم كده الشباك انا رغيت حرفيا، غسلته بالليفه والصابون، كان منزل كميه بلاوي، وكذلك الباب برضو. شايفين كميه الرغوه وكميه التراب والطينه اللي نازله منه. نضفتهم كده، وبعد كده بدات انضف الارض. انا حاطه جنرال على الميه، يعني هي كلهم يعني بنضفهم بجنرال على الميه، لان انا الكلوريكس الوان اللي عندي خلصان، فاستخدمت الجنرال. انا عايزه اقول لكم ريحته حلوه قوي ما شاء الله، وتنظيفه ملوش حل. استخدمت الموب دي كده، وبعد كده بقى كنت خلصت الحيطان وخلصت فوق، فبدأت على الارض. شايفين اصلا انا مكتره كميه الجنرال فيه علشان الرغاوي، وعلشان خاطر انا بستخدم بقى الشرشوبه والموب بقى لي فتره، ولكن بقى كنت محتاجه ان انا انضف الفواصل اللي بين السيراميك بالمقشه بقى تنظيفه كويسه. فبدأت كده اعمل واحده واحده، لان الارض حرفيا كانت بتطلع كميه طينه، انا مش ما كنتش مستوعبه هي طالعه منين. حبيت استخدم المساحه اللي هي بتاعه مدينتي دي، ولكن حسيت ان هي يعني ضعيفه كده، مش متينه يعني، فرجعت للمساحه بتاعتي. وعايزه اوريكم بس، شايفين لون الميه ده؟ دي ميه الشطيف، يعني بعد ما شطفت كده فمطلعه طبعا وساخه، فقلت هفضل احط ميه لحد الميه ما تطلع عندي بتلمع، زي ما بحطها زي ما بشيلها، علشان كده اضمن ان الارض فعلا نظيفه. واللهم بارك فعلا، يعني انا بدات التنظيفات دي من بالليل، ان انا غسلت الحيطان وعملت كده، لان طبعا ما كنتش اعرف اعمل اي حاجه وهي بنتي صاحيه يعني. فبدات عملت تنظيفاتي كده ومسحت الارض، ولحد هنا اليوم كان انتهى. انا بس هوريكم ان انا فضلت مصره ان انا اخلي لون الميه تبقى بيضه طالعه من الارض بتلمع، معلهاش تربايه. الزوايا دي انا غسلتها بالليفه والصابون، بحيث ان هو يبقى المكان نظيف. مش عايزه اقول لكم كميه الطاقه والراحه النفسيه، شايفين الميه طالعه بتبرق ازاي. فاللهم لك الحمد، كده كنت خلصت، يعني اخدت كده الطرقه مع الريسبشن، وسبت بقى الحيطان تتهوى، وسبت كل حاجه للصبح. انا طبعا شلت كل حاجه على الحيطان، شلت كل الديكورات، كل حاجه غسلتها برضو، وشلت الشاشه نضفتها ممر، لان طبعا كان عليها كميه تراب كبيره جدا. وقلت اسيبها كده بقى تنشف طول الليل، والصبح ابدا افرش، لان انا طبعا زي ما قلت لكم انا هغير الالوان الجري دي خالص. انا عندي كفر جايباه من السنه اللي فاتت بتاع السجاد، يعني بتاع الانتريه والسفره. وهنا طبعا جبت الاستيكر ده، لان انا المطبخ عندي بدأ يقشر، جبت الاستيكر ده كحل امثل، يعني ان هو ما يغيرليش لون المطبخ، لان انا مش عايزه اغير لون المطبخ بصراحه. وبدات اعمل كده، انا قلت بس هداري يعني حتت وحتت. الحتت اللي هي مش متقشره خلاص هسيبها زي ما هي، الحتت اللي هي مقشره يعني خلاص. فبدات كده مسحت المطبخ كده من فوق، مسحت جسم المطبخ من فوق، وبدات اعمل الرول كده. كان فيه طبعا اماكن فيها هوا، فعادي هتتفك بدبوس. ورجعت الازاز بتاع البوتاجاز تاني، وحطيت عليه ستيكر، وده كده كان شكله. كنت اللهم لك الحمد كده، يعني لزقت كده كل الاماكن اللي انا كنت محتاجه الزق عليها، لزقتها. ونضفت طبعا الرخامه، ونضفت البوتاجاز، ونضفت كل حاجه. وزي ما بوريكم المطبخ اللهم لك الحمد كنت لمعت كل حاجه فيه، فانجزت جدا اليومين دول، ولكن طبعا بارهاق. فانتوا ممكن تبداوا تعملوا حاجه واحده واحده. يعني انا المطبخ كنت منضفه الظروف بتاعته من جوه، فما كانش عندي غير التنظيفه اللي هي من بره بس. وجبت قهوه كده بقى، جبت قهوه ساده وقهوه محوجه. احنا عارفين بقى موسم الشتاء داخل، فده موسم القهوه. وبصراحه انا مش عارفه اعمل ايه في البرد، فدعواتكم كده لو في حل يعني قولوا لي، لان انا الصراحه اخدت كل حاجه ممكن تتاخد. وهنا كده كنت فرشت وركبت الستاير وركبت الكفرات وتا تا تا. بص بقى، اللهم لك الحمد،
كل حاجه رجعتها مكانها. فرشت الكفرات، انا اخترت ان انا اجيبها باللون البيجي الغامق ده، لان انا طبعا كان عندي جريات كل اللي عندي باللون الجري، فقلت بقى اجيب حاجه كده مختلفه شويه. الستاير برضو عندي من السنه اللي فاتت، فبدات كده بقى قلت بيجات، وعشان كده بقول لكم المكرميات كان شكلها اللهم بارك تحفه ولايقه جدا بقى مع الديكور مع لون الستاير. فاللهم لك الحمد. طبعا حطيت المخدات الجديده، وحتى كمان سجاده الصلاه برضو حطيت واحده جديده كده تليق مع الكفرات بتاعه الارض. انا كنت اجيب بيش فاتح بس بامانه يعني خفت منه مع بنتي يعني. رتبت طبعا الديكورات ورف اللي فوق الشاشه، شوفوا ما شاء الله جميل ازاي. ورتبت الدنيا هنا كده، وده كان منظر السفره. والجزء ده هي لسه اللمبادير انا لسه هحط له جزء من الكفرات، لان انا طبعا انتوا عارفين الانتريه بيجي كنبتين وكرسيين، ولكن انا الانتريه بتاعي كنبتين وكرسي واحد بس الكرسي بتاعي حجمه كبير، فقطعت الكرسي التاني علشان خاطر اخلي الكفر يغطي الكرسي كله. ووسعت كراسي السفره، لان انا برضو كراسي السفره عندي كبيره، وفض اجزاء من القماش هعملها ان شاء الله باذن الله مع اللمبادير، وهتشوفوها بقى الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله. انا طبعا كان في حاجات عندي عايزه تتعمل، ولكن انا كنت مرهقه جدا. طبعا بنور لكم بقى الاضاءه الورم كده بقى دخول الشتاء، يعني اللهم لك الحمد الجو بدأ يسقع، والنسمه اللي فيه دي مخليه الواحد مبتهج يعني. فهنا كده كنت فرشت الفرش الجديد. هستنى رايكم بالله عليكم، ما تبخلوش عليا بيه. تعبت قوي في ان انا بصراحه اشتري الحاجه واوضبها، وشايفين الحيطان اللهم لك الحمد بتلمع حرفيا، اصلا الطاقه بتاعت المكان اللهم لك الحمد زي الفل. يعني ممكن تاخدوا افكار. انا عايزه اوريكم ده شكل الريسبشن، كنت بوريه لكم اهو، ده شكل الريسبشن قبل ما اغيره. المكرميه دي كانت هنا لوحدها، وشوفوا الحيطان اصلا شكلها كان عامل ازاي. في حاجات كتير يعني، في حاجات كتير قوي اتغيرت، وحاجات بسيطه بس هي اللي ما اتغيرتش. ده كان شكل الريسبشن اخر مره لما عملت لكم يعني، وهي الالوان الجري موجوده. طبعا انتوا شفتوا شكله بعد ما عملته، فاللهم لك الحمد كنت مبسوطه جدا. طلعت بقى الستيك وقررت ان انا اعمل حله محشي بما ان الجو كده كده سقع. وعملت الستيك، حطيت الروزماري وحطيت توم كده في معلقه سمن، وكان اللهم لك الحمد الاكل كان جاهز. وعايزه اقول لكم بقى اللي هو ايه، لا الواحد كان مفتقد الجو ده، لان انا الشتاء اللي فاتت كنت تعبانه جدا، وطبعا بنتي كانت معايا كنت لسه مش عارفه اتعامل يعني. والشتاء اللي قبلها بقى كنت حامل، فالدنيا كانت بايظه معايا خالص. فاول شتاء يدخل كده واحس ان انا اللهم لك الحمد بقى لا قادره اعمل اكل، لا قادره اعمل حلو كده. الواحد حاسس بقى بشقته وقاعد مستقر في بيته، لان انا معظم الوقت ما كنتش بقعد في بيتي يعني. فاللهم لك الحمد الاكل كده كان زي الفل. اكلت طبعا لوحدي، وقلت بقى استخدم المج الجديد ده، وعايزه اقول لكم ان انا منبهره بيه. بس انا حطيت الميه حطيت الميه سخنه فعملت البخار ده، ولكن طبعا قلت اشغله كده اعمل لي كوبايه نسكافيه حلوه كده تروق عليا بعد ما خلصت. وبكده يكون الفيديو انتهى. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. دمتم في رعايه الله. سبت لكم اهو صوره اللمبادير، وعملت لكم كمان عن قرب الديكورات اللي موجوده على البوفيه. في ان شاء الله باذن الله كده ربنا يجعل الايام الجايه كلها سعاده وخير علينا جميعا يا رب. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد وروتين جديد. مع السلامه.